ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النية كانت تورته شوكولاته طالعه اوردر تاني يوم. بس اللي حصل معايا بصراحه ان الكيكه باظت، بس مش بسبب المقادير. يلا بينا نشوف الاول المقادير وبعدين هنشوف مع بعض حصل معايا ايه. هنحط في العجان 6 بيضات، وهحط عليهم معلقتين صغيرين محسن جل مليانين او معلقه كبيره مليانه. محسن الجل انا مش بحطه في التلاجة ومش بحطه في اي حاجه، بس بستعمله على طول، يعني ايدي فيه على طول ما بسيبوش. فعلشان كده الحمد لله مش بيبوظ معايا ولا بيحصل له حاجه. علشان دايما بتسالوني المحسن بتحفظيه ازاي. حطيت كوبايه الا ربع ميه، وحطيت غطيين فانيليا بس مش مليانين عشان ما تمررش معايا. هنحط مقدار السكر من كوبايه الا ربع لكوبايه سكر، مش هيأثر معانا في المقادير في اي حاجه. حطيت السكر وبعد كده هنحط الدقيق. انا بستعمل دقيق الضحى لكل الأغراض. هحط كوبايتين بالكوباية المعيارية، حطهم في المنخل كده علشان ننخل المقادير، عشان لازم الكيكة العادية ننخل فيها الدقيق علشان تطلع الكيكة منفوشة كده وهشة وجميلة. هحط برضو الكوباية التانية كده في المنخل، وبعد كده هحط معاهم البيكنج باودر علشان يتنخلوا كلهم مع بعض. البيكنج باودر هحط معلقة كبيرة مليانة، علشان انا مستخدمة هنا كيك شيف. الكيك شيف بيكون فيه محسنات، مش بيكون بيكنج باودر بس، فبنكتر منه الكمية شوية. وهنخل بقى الدقيق والبيكنج باودر على البيض والسكر والميه والمحسن والفانيليا طبعا. هحط لكم المقادير كلها في صندوق الوصف، وعلى فكره دي مقادير كيكه ناجحه جدا. بس المشكله كانت في الفرن بتاعي، يعني انا كنت بشتغل قبلها ميني تورت. نزلت لكم الفيديو بتاع الميني تورت قبل الفيديو ده. كانت الميني تورت حتى هو الجوان بتاع الباب بتاع الفرن اتحرك من مكانه، كان متحرك من مكانه. فطبعا درجه الحراره مش مظبوطه، يعني بيخرج هواء او بيدخل هواء بارد، فالكيك نشف شويه. فبعد كده لما حطيت الكيكه دي تاني يوم بقى، انا خلصت الميني تورت وتمام. تاني يوم بعمل الاوردر ده عشان يطلع اليوم اللي بعده. فبعدين حطيتها في الفرن وخدت الوقت بتاعها مظبوط، وجيت اطلعها لقيت الجوان كانت قطعه خالص، ولقيت الكيكه عامله زي المنظر اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده. لقيتها هابطه. طبعا درجه الحراره بتاعه الفرن لو مش مظبوطه عمرها ما هتطلع الكيكه معاكي مظبوطه. ما ينفعش خالص الباب يكون موارب او يكون داخل هوا، فده بيبوظ الكيكه طبعا معانا. انا ضربت المقادير كلها مع بعض لمده 6 دقايق بالظبط على المؤقت، وبعد كده حطيت معلقتين لمعلقتين ونص كاكاو، حسب ما انت عايزه الكيكه تكون بني قوي او فاتحه شويه، مش مشكله. بستخدم كاكاو اسباني غامق. وبنخله طبعا قبل ما بحطه. شايفين الخليط حلو جدا ومتماسك وناجح وحلو ومفيهوش اي حاجه. بقلبه بس كويس قوي علشان ما يبقاش فيه حتت بيضه بس من جوه. المقدار ده حلو جدا لصينيه مقاس 24. انتوا عارفين ان انا بعمل التورت بتاعتي ارتفاع عالي، فكنت هعمل منها 6 طبقات. بقلب بس كويس كده علشان لو تحت اي حاجه ما اتخلطتش كويس لازم اقلبها كويس عشان تتخلط مع بقيه الكيك. وبدخلها الفرن على درجه حراره 180، بتاخد حوالي 50 دقيقه علشان طبعا الكيكه دي كبيره وعاليه، فهتاخد 50 دقيقه ل 55 دقيقه. بس يفضل طبعا ما تفتحيش عليها الفرن قبل 50 دقيقة. وكمان تختبريها بعود شيش طاووق كده بالراحة خالص من النص، تشوفي هي استوت ولا لا. وبعد كده بتطلعيها تسيبيها تبرد خالص قبل ما تشتغلي فيها. بنزل بس الخليط بتاعي كله كده علشان ما تبقاش حاجة في العجان، وبساوي الخليط كويس جدا في الصينية اللي متبطنة بورقة زبدة. الخليط حلو جدا ومتماسك وناجح، بس زي ما قلت لكم المشكلة كانت في الفرن. كده خدت وقتها في الفرن مظبوط، وجيت بقى اطلعها لقيتها بالشكل ده. طبعا انا لما لقيتها بالشكل ده ما كنتش هصورها خلاص، ما كنتش هكمل معاكم الفيديو. والولاد طبعا والفار الصغير ابني لما شاف الكيكه باظت جري على المطبخ وهي الكيكه باظت. قطعوا على طول منها قبل ما اعمل فيها اي حاجه. انا سبتها تبرد شويه حلوين كده، وبعد كده حطيتها في كيس وقلت بقى لما اسيبها كده اشوف هعمل فيها ايه. اعتذرت طبعا عن الاوردر لصاحبه الاوردر، لانه خلاص ما عرفتش اشتغل في الفرن يومها. وبعد كده بعد ما بردت خالص كده وانا هديت وخلصت بقى شغلي خالص، ابتديت افكر بقى. قلت انا هجيبها اعمل فيها سويس رول. جبتها قلت انا هجرب يعني، وبدأت برضو شغلت الكاميرا معاكم وقلت اشوف هي هتتلف معايا ولا هتتظبط ولا مش هتتظبط ولا ايه. طبعا علشان ما تترميش، لان هي مهما كانت هي كيكه اسفنجيه ملهاش اي طعم، ولا انا بصراحه كنت هزوقها ولا هعمل فيها اي حاجه. فممكن كانت هتترمى، يعني ما كانتش برضو هتتاكل كلها.
بدأت بقى ان انا اعمل الطبقات زي ما انتم شايفين كده، المنشار على 9. وعندي كريمة باقية من الميني تورت، كنت بشتغل ميني تورت وباقي عندي كريمة، كان باقي عندي كريمة بيضة وكريمة شوكولاتة وكريمة بينك كمان. فانا حشيت بيهم كده على قد ما اقدر، ما حشيتش كتير طبعا، وما حطيتش بقى صوصات ولا حطيت اي حاجة. انا قلت ايه يعني، ممكن كده كده بايظة على رأي العسيلي. فقلت انا مش هكلف نفسي اكتر من كده، مش هيبقى موت وخراب ديار يعني. فردت الكريمة وبعد كده لفتها زي ما انتم شايفين كده بورقة الزبدة، هلف بس اول لفة كده، وبعد كده هسحبها بورقة الزبدة، هي هتتلف لوحدها. يعني شايفين مهما كانت الكيكة بايظة معاكي، علشان بتسألوا على طول على السويس رول وعامل لكم عقدة، مهما كانت بايظة متكسرة متشققة، هي الكيكة كانت طبعا كانت ناشفة شوية، ما كانتش طرية زي بقية الكيك، لكن اتلفت وحلوة جدا. وبعد كده بكبسها زي السويس رول العادي، اتعامل كأنها سويس رول عادي بالظبط، ولا كأن حاجة حصلت خالص. انا قلت بقى انا هعملهم كده وبعد كده هحطهم في الفريزر ونشوف برضو هنبقى نعمل فيهم ايه. هي اتعملت على مراحل اصلا، لان انتوا عارفين طبعا لما تكوني بتشتغلي واوردرات وكده والفرن يبوظ او يحصل حاجه بيحصل عكننه طبعا يعني، وبالذات ان انا اعتذرت للعميله قبل المناسبه بتاعتها بيوم. فكان الوضع مش كويس خالص بصراحه. شايفين هي كده من النص فيها حته برضو مش مستويه كويس، هي طبعا كلها كانت مش مستويه كويس يعني، مش من النص بس برضو علشان ما تترميش. فانا برضو حشيتها كده، والجزء اللي في النص الفاضي ده هجيب لها حته من الفرافيت اللي كانت طالعه من الكيك. بحط كده الكريمة الشوكولاتة، حتى حطيتها في نفس الكيس بتاع الكيكة الفانيليا. قلت اتصرف بقى، مش معقولة هرمي الكيكة، الخامات دلوقتي كلها غالية، اعملها للولاد يتبسطوا بيها بدل ما ياكلوها سادة يعني. كده كده الكريمة موجودة، والكيكة بدل ما تترمى والكريمة تترمى او تقعد في التلاجة، قلت لما اعملها سويس رول. هما طبعا بيعشقوا السويس رول عندي، وهي بعد ما اتعملت ولا بانت ان هي كانت كيكة بايظة ولا اي حاجة خالص، حبوها جدا. طبعا الرزق المبسوط فيه او الرزق اللي هو منظور عموما، يعني شغلنا بيعتمد على الصور، ان انت تصوري صور حلوة وتطلعي احلى ما عندك في الصور علشان تحطي على الجروب والعملاء تشوفه وتتبسط بيه ويجيلك شغل وكده. فالرزق اللي بيبقى منظور ده بيبقى اصعب انواع الرزق بصراحة. يعني انا ما افتكرش ان انا مرة حطيت صور على الجروب وما حصليش حاجة بعدها، لازم يحصل حاجة، لازم حاجة تحصل وتعكنن عليا. فبتكون صعبة بصراحة. أنا شفت الموضوع ده مع كل اللي بيشتغلوا أونلاين تقريبا وفي كل المجالات، يعني مش شرط الكيك بس. في شغل كده بيعتمد على إنك تنزلي صور وتبقى منظورة أو متشافة من الناس. بصراحة مش كله بيقول ما شاء الله، ومش كله بيتمنى لك الخير، وبيحصل معانا كوارث. احكوا لنا بقى عن الكوارث اللي حصلت معاكم كده في التعليقات. خلينا نواسي بعض. دلوقتي انا حطيت السويس رول في الفريزر لحد تاني يوم، قلت بقى لما ابقى فاضياله يعني او ابقى رايقه يعني ابقى فنشه. وبعد كده جبته بعد ما كان متلج، وحطيت عليه نوتيلا متسيحه بزيت، وحطيت خطوط كده من النوتيلا البيضه. انا اتعاملت ولا كأن في حاجه بايظه خالص. عارفين اللي هو عنده كده حاله من اللامبالاه او حاله من الانكار للي حصل، انه الكيكه باظت وكده. لا انا مفيش حاجه عندي بتبوظ الحمد لله، مفيش حاجه عندي هتترمى يعني، كلها صوصات احنا شغالين بيها وموجودة عندنا. فطبعا لو حصل ولا قدر الله اي موقف من المواقف دي، ممكن تعملي بقى كيك بوبس او تعملي سويس رول كده زي ما انا عملت، او تعملي كبات. بس طبعا ما تخرجش اوردرات. يعني انا بصراحة عمري ما خرجت اي حاجة اوردرات اكون انا مش راضية عنها، لا كيكة ناشفة ولا كيكة محروقة ولا اي حاجة من دي الحمد لله. لو حصل معايا اي كوارث من دي بخلي الحاجة دي للبيت، وبعمل للناس احسن حاجة علشان تطلع لهم، ما يبقوش دافعين فلوس في حاجة ويتفاجئوا ان الحاجة بايظة او طعمها مش حلو. وكده السويس رول جهز معايا، وده شكله النهائي. ايه رأيكم في شكله؟ عايزة رأيكم كده في التعليقات. هو بصراحة عجب الولاد جدا الحمد لله، وما كانوش مصدقين ان ده من الكيكة البايظة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم على خير.